قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن زيزو خلاص ماشي. قولوا لعين الشمس ما تحماشي، لحسن زيزو خلاص ماشي. يا مرتضى يا مرتضى بأحمد سيد زيزو خط أحمر. يا مرتضى باشا نادي الزمالك مش فرقة في وسط الجدول. يا مرتضى باشا أحمد سيد زيزو مش للبيع. حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك وعرض نادي الشباب السعودي ورد مرتضى منصور على السوشيال ميديا، وأحمد مرتضى منصور اللي ظهر على قناة الزمالك بنفس أسلوب السيد الوالد وبنفس هجومه على كل منتقديه بالسب والشتيمة. هنقول الحقيقة الكاملة وعرض أحمد أبو الفتوح وإيه اللي الزمالك وصل له في موضوع بيع احمد سيد زيزو. ويا ترى زيزو هيمشي ولا زيزو مكمل ولا والد زيزو خلاص واخد القرار برحيله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي واخواتي ومتابعين ومشاهدين افراد اسرة ملعب افندينا في كل مكان. اهلا وسهلا بكم ووحشتوني، وكالعادة لا يحلى الكلام الا بذكر خير الانام رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. يلا يا ابو الصحاب مستني ايه عشان تدعم اخوك عشان صوتنا يوصل للدنيا كلها باللايك الجميل؟ واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. نخش في موضوعنا بقى. طب يلا بينا. بص يا سيدي، احمد سيد زيزو نجم فريق نادي الزمالك الاوحد. احمد سيد زيزو الشمعة اللي نورت في وسط ظلام نادي الزمالك. احمد سيد زيزو اللي ارقامه بتدل على انه الوحيد اللي شال نادي الزمالك السنة اللي فاتت. احمد سيد زيزو اللي كان احسن لاعب في مصر وهداف الدوري ومستر اسيست السنة اللي فاتت رغم سوء نتائج نادي الزمالك ورغم الفشل اللي حاوط نادي الزمالك من كل اتجاه، الا ان احمد سيد زيزو كان الوحيد اللي ناجح في وسط منظومة فاشلة. احمد سيد زيزو الاكثر مساعدة لنادي الزمالك في احراز الاهداف، سواء ان هو الهداف لنادي الزمالك او من صناعته للاهداف. طيب لعيب زي ده نحافظ عليه ونشوفه عايز ايه ومحتاجاته ايه ولا نفرط فيه ونبيعه؟ اولا كده هنقول الموقف بالنسبة لأحمد سيد زيزو. أحمد سيد زيزو هو أكبر عقد في نادي الزمالك إن ما كانش هو الأكبر في مصر كلها، لكن هل أحمد سيد زيزو حصل على مستحقاته كاملة؟ لا. طب خد 70% من مستحقاته؟ لا. طب خد نص مستحقاته؟ لا. امال خد ايه يا سيدي؟ خد 30% فقط من مستحقاته عن الموسم المنقضي. يعني احمد سيد زيزو له فلوس بالملايين داخل نادي الزمالك، يقال انها 10 ويقال انها اكثر من 10 مليون جنيه مصري. وده اللي مخلي احمد سيد زيزو عايز يمشي، لانه هو ما خدش فلوسه والموسم هيبدأ وبالتالي مش هياخد لا القديم ولا الجديد. وده ناتج عن فشل الادارة في توفير موارد مادية لنادي الزمالك لحل الازمات. وده ان دل على شيء يدل ان مجلس ادارة نادي الزمالك فاشل وبنقولها بعلو صوتنا. شاء من شاء وأبى من أبى، إنما مجلس إدارة نادي الزمالك هو عنوان للفشل الحقيقي. ماشي، جه عرض مقدم لأحمد سيد زيزو من معظم أندية. يعني إيه من معظم أندية اللي أنت بتقولها دي؟ يعني جاله من تركيا، من السعودية، من قطر في الفترة الأخيرة، إلا إن عقد أو العرض المقدم من نادي الشباب هو أكثرهم طموحا لزيزو. ليه؟ لأن أحمد سيد زيزو هيتقاضى فيما لا يقل عن 120 مليون جنيه في السنة، وان احمد سيد زيزو هيكون له امتيازات خاصة. ده غير ان في بند هيكون في عقد احمد سيد زيزو لنادي الشباب، اللي في حالة فسخ نادي الشباب عقده مع احمد سيد زيزو ولو بعد يوم واحد
يدفع نادي الشباب لاحمد سيد زيزو قيمة العقد بالكامل دون التقسيط. يعني العقد لاحمد سيد زيزو مغري جدا، ما يقدرش يرفضه. ولو انا مكانه هسيب نادي الزمالك وهروح لنادي الشباب، ولو انا مكان والد احمد سيد زيزو هسيب نادي الزمالك وهروح لنادي الشباب. هتقول لي الشعبية والجماهير، هقول لحضرتك معاك وبتفق معاك، لكن مستقبله الرؤية اللي واضحة قدام الجميع بالنسبة لنادي الزمالك انها كاحلة سودة، مفيش بريق نور واحد يقدر احمد سيد زيزو يمشي فيه جوه نادي الزمالك. وخصوصا ان اخر اجتماع جمع احمد سيد زيزو مع اداره نادي الزمالك هتوفروا صفقات وهتعملوا تدعيمات للفريق. فانا مكمل معاكم مهما كانت الظروف، انما انا مش هقدر اكون موجود في فرقه يعني مفيش فيها لا روح ولا حماس، ولا مجلس الإدارة عايز يساعد الفريق عشان نقدر نحقق طموحاتنا وطموحات جماهيرنا ان احنا ناخد ألقاب. وخد اكتر من وعد من المدعو المعالي المستشار مرتضى باشا منصور في صفقات. يا زيزو انت بتقول ايه؟ ده احنا عاملين 4 صفقات يا راجل، ده غير في التدعيمات بقى. بص الخير جاي يا زيزو، وكل ده في الاخر بيطلع في شنك. ده اللي اتضح لاحمد سيد زيزو انه كله كلام في كلام. عارفين اغنيه كلام بكلام هنتكلم؟ هو ده اللي بيحصل في نادي الزمالك، كلام مش اكتر. عشان كده احمد سيد زيزو مستعد يعمل اي شيء عشان يروح نادي الشباب، حتى لو هيفسخ تعاقده مع نادي الزمالك بمستحقاته اللي موجوده عند نادي الزمالك. طب الزمالك عمل ايه يا عم افندينا في الموضوع؟ هقول لحضرتك ان مجلس الاداره بيحاول يسطر لجمهور انه رافض وانه مش عايز يبيع زيزو وانه متمسك. بس ابو زيزو اللي متمسك يا اخوانا، هنعمل ايه بقى؟ يعني هنعمل ايه؟ هنقطع نفسنا؟ احنا مش عايزين نبيع زيزو يا جمهور. لكن مجلس الإدارة ومن جوه مجلس الإدارة أمنية حياته إنه يبيع زيزو، عشان الفلوس اللي هتيجي من زيزو هتحل أزمة مالية جبارة. هندفع بقى رواتب اللعيبة اللي فاضلة، ويعني هنحاول نجدد لأحمد أبو الفتوح ونسد الغرامة، ولو فاض حاجة نبقى نجيب صفقات. طب جمهور الزمالك شايف الوضع إيه يا عم أفندين؟ جمهور الزمالك اتقسم نصين، نص بيأيد ان احمد سيد زيزو ده التوقيت المناسب انه يرحل، وخصوصا ان العرض مغري، والنص التاني شايف ان ما ينفعش نبيع نجم الفريق عشان خاطر اسد ديوني. انا كده بعمل زي نادي الاسماعيلي مع عمل اللي بدأ يبيع في نجومه كلها، الفريق اللي خد دوري وبدأ انه يبيع في لعيبته اللي راحوا النادي الاهلي وحققوا ارقام قياسية، ووصل بيه الحال حاليا انه بدأ انه بينافس على الهبوط كل سنة. الزمالك فريق بينافس على البطولات، مش مكانه في نص الجدول. وان كان السنة اللي فاتت الزمالك كان ثالث الدوري، لكن ما ينفعش يا اخوانا يبقى بيراميدز بياخد مكان الزمالك. خد مكانه في الصفقات وخد ولاده، وكمان هياخد مركزه المحبب بالنسبه للجماهير. لو ما كنتش بطل الدوري تبقى الثاني، انما انك تبقى الثالث والرابع ده قصه منهيه بالنسبه لجمهور نادي الزمالك. طيب ايه موقف نادي الشباب لحد دلوقتي؟ نادي الشباب استاء جدا من اللي عمله المستشار مرتضى منصور، انه ينزل العرض المقدم من نادي الشباب لنادي الزمالك على السوشيال ميديا. وهنا هسأل سؤال واحب الكل يشاركني فيه، هو مرتضى باشا بيرد بناء عن ايه؟ ايه صفته القانونية داخل نادي الزمالك؟ راجل معزول، راجل طلع قال بنفسه انه خارج المشهد هو واولاده. طب هو جاب الجواب ده ورد بيه على السوشيال ميديا منين؟ يبقى هو اللي بيدير؟ يا عم لا، ده احمد مرتضى هو رئيس النادي. هو انت مش لسه عامل حلقة عن التوريث؟ هقول لحضرتك يبقى معنى كده ان احمد مرتضى اللي سرب الجواب بتاع الشباب او الايميل اللي اتبعت من الشباب لنادي الزمالك لوالده اللي طلع رد بيه. وده اسمه خيانة امانة، ده اسمه يا استاذ احمد ان انت بتسرب اخبار النادي
لاي حد. هتقول لي ده اي حد؟ ده المستشار مرتضى. هقول لك بقى واحد من الجمهور زيه زي من الاخر يقعد يتفرج ويشاهد ويقول رايه، انما انه ياخد ورقه رسميه ومستند رسمي من نادي الزمالك ينشره على السوشيال ميديا، دي خيانه امانه من مجلس اداره نادي الزمالك لنادي الزمالك. ده النقطة الثانية، معالي المستشار قال ان احمد مرتضى منصور القائم برئاسة نادي الزمالك، وان الاستاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة رافضين رفض تام، لكن والد زيزو اللي متمسك. ماشي، هنا بقى هسأل معالي المستشار نقطة، هو من سيادتك قلت ان الاستاذ امير قرفان من النادي وطهقان مننا وما بيروحش النادي بقاله 3 شهور ومالوش علاقة بنادي الزمالك، ازاي يبقى المشرف العام على الكوره؟ ده انت يا راجل في الحلقه اللي انت عملتها او الفيديو اللي كان مدته 46 دقيقه لما جبت مجلس الاداره عندك في البيت قلت لهم ان احمد مرتضى منصور هيبقى مسافر خارج البلاد وهيكون يعني بعيد عن مجلس الاداره عشان رحله العلاج ربنا يشفيه. تاني يوم لقيته القائم باعمال رئيس مجلس الاداره. هو احنا هنفضل نكذب على الجمهور لحد امتى؟ هيفضل سياسه بالليل بكلام والصبح بكلام تاني وكلام بكلام؟ هنتكلم بقى مين اللي بيدير نادي الزمالك؟ مين اللي ماشي نادي الزمالك؟ هو انتوا بره المشهد لحد المركب ما تغرق وتقولوا احنا كنا بره؟ ما انتوا اللي بتغرقوها بايديكم الاتنين. ده موضوع احمد سيد زيزو، لكن الشباب هيقدم عرض تاني بقيمة 5 مليون دولار، لأن العرض الأولاني كان بقيمة 4 مليون دولار. هيقدم عرض بقيمة 5 مليون دولار ومهلة لنادي الزمالك يفكرهم لحد يوم الحد الجاي. وفي اللحظة اللي أنا بنشر لحضرتك الفيديو ده في اجتماع دلوقتي ما بين والد أحمد سيد زيزو وأحمد سيد زيزو وأحمد مرتضى منصور عشان يحسموا الأمر، إما برحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك والانضمام لنادي الشباب السعودي، او هيحصل على مستحقاته كامله، مش وعود. هياخد فلوسه كاش ويقعد ونشوف ايه اللي هيحصل والنادي هيمشي ازاي، وبعد كده نفكر في الاعاد. انما بالنسبه لاحمد ابو الفتوح، يعني العرض متقدم لاحمد ابو الفتوح، واحمد ابو الفتوح كلامه واحد: اخد مستحقاتي القديمه امضي زي ما انتوا عايزين. فموضوع احمد ابو الفتوح مفيش فيه نقاش. حضروا فلوس، انا جاهز، انا ابن نادي الزمالك وقاعد. يا رب يا رب مجلس اداره نادي الزمالك يفهم ان جمهور الزمالك تعب وزهق وقرف. يا رب مجلس اداره نادي الزمالك يفهم ان نادي الزمالك وكيان نادي الزمالك بالنسبه للزملكاويه وطن بنعيش فيه. يا رب يفهمهم ان نادي الزمالك نادي كبير قوي ونادي عظيم قوي، واللي بيحصل فيه افتراء وظلم من بعض الاشخاص ما بيهمهمش الا الكرسي. لحد هنا بينتهي الفيديو بتاعنا، ويا رب تكون الرسالة وصلت، ويا رب اخواتي الغاليين يدعمونا باللايك عشان صوتنا يوصل للجميع. واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا.